لله. هو كويس 6 ساعات في مشوار جوه القاهره، بس هو طبيعي الحقيقه لان الدنيا كلها اساسا واقفه. تفضل بقى تتنطط من مترو لتاكسي لميكروباص لميني باص، واخرهم بقى ترسى على التمنايه دي. يا رب والنبي يا رب بحق جاه النبي السنه الجايه احوش واجيب هليكوبتر. ايه ده يا ماما؟ النبي يا رب نولها كل اللي في بالها. السؤال بقى، هو ليه رمضان زحمه طول الوقت كده قبل الفطار؟ بيقولوا ان الناس بتبقى عايزه تروح بيتها، بس يا جدعان بالعقل كده، الشوارع مقفله ضبه ومفتاح من 10 الصبح، هي الناس عامله حسابها انها تروح تفطر على الظهر ولا ايه بالظبط؟ او غلاسه كده، ولا المترو بقى خنقه وزحمه وتعليقه ايد ربنا ما يوريك. ده اساسا بقى لو ربنا كرمك ولقيت حاجه تمسك فيها. سيبك بقى من كل ده، ريحه العرق اللي تكتب على انفاسك، تكتب على، ما هو اصلي بيبطلوا يحطوا مزيلات عرق وبرفانات. ها اول بقى ما ربنا يكرمك وتنزل من المترو احساسك بيبقى زي عكل بالظبط. الاتوبيسات العامه ما تتركبش، فجاه بنلاقي مصر كلها في الاتوبيس زحمه ومتعصبين ومش طايقين نفسيهم، زحمه. المترو والمواصلات برضو، الاتوبيسات العامه ده مأساة. في المترو تبقى كل الناس واقفه جنب بعض كده سردين 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 وبيكلموا بعض شوفوا هيعملوا ايه اكل. اكيد الميني باص بيبقى ضيق وزحمه، وحتى بقى المطبات وكده تلاقي الناس بتطير على بعض. مترو لا بيبقى حر بقى وناس صايمه وقرف وحاجات كتير يعني. هو بالنسبه لنا الحقيقه اسوأ وسيله مواصلات هي الميكروباص. ده ليه بقى؟ لان اخواننا الافاضل سواقين الميكروباصات بالنسبه لنا شايفاهم هم الابتلاء الحقيقي في الشهر ده. تلاقي السواق كده برنس، السيجاره متعمره في ايده في نهار رمضان، يقول لك يا برنس السيجاره ما بتفطرش يعني، وتلاقي بقى يقطع الخط 100 حته، ده غير انه طبعا هيغلي الاجره ده اكيد. كل ده بقى كوم والاغاني كوم تاني، مش عشان هي حرام، لا ده عشان البرنس بيبقى معلي الصوت على الاخر. ولو ربنا كرمك وعرفت تقول له على جنب يا اسطى، على بال ما توصل له على جنب يا اسطى دي، لو انت في مدينه نصر هتلاقي نفسك وصلت رمسيس، ولو راجل اعرف ارجع مكان ما كنت، ساعتها زي الشاطر كده تدور لك على اقرب مائده رحمن وتروح تفطر فيها. قبل الفطار قرفان زهقان بيتخانق مع دبان وشه وما بيبقاش شايف اي حد قدامه، بيبقى عايز الاجره ويروح بيته. بعد الفطار بيبقى عايز ينام وعايز يرمينا كلنا بره الميكروباص ويروح ينام. بلطجي. لا هو قبل رمضان وبعد رمضان بلطجي. مصطفى كامل قوي في نفسه، بتأثر كده حزين ومتنشن يلا بسرعه كده يعني. مفيش خالص يعني. ما بيبقاش سواق، يعني هو مش سواق، يعني هو مش سواق بجد، هو بيبقى يعني مش عارفه سواق توك توك تقريبا او حاجه، هم خلوه بقى سواق ميكروباص او كده، بيبقى بيطير مطبات بتاع، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. هما مش كلهم زي بعض بصراحه يعني، وفطرانين وسجاير وحاجات ساقعه في نص النهار وبتاع. كده رمضان. نيجي بقى لسواق التاكسي، دول بقى برنسات ما شاء الله، لازم يسألك قبل ما تركب هتروح فين، ويفضل بقى كده يبص لك من فوقك لتحتك، تمام؟ عشان يشوفك كده هتعرف تفاصل معاه في الأجرة ولا هتعمل ايه، وفي النهاية 90% هيسيبك ويمشي بعد ما يعرف انت رايح فين. هو انا مطلوب مني ان انا اجي مع حضرتك؟ طب والله العظيم انا راضية، طب حضرتك قول لي انت رايح فين وانا هاجي معاك، ما تسيبنيش ارجوك ارجوك ما تسيبنيش. كده رمضان. لو عمل معاكي كده في رمضان هتعملي ايه؟ هروح بيتنا ماشي بكرامتي بقى، عشان الموضوع كملي معاه. هو ايه؟ معاه ايه؟ ربنا يسامحه بقى ويروح بيته ياكل كتير. لا هو رمضان وغير رمضان انا ما ينفعش نفتح دلوقتي كبنات في مصر ما بيفتحوش بقهم مع سواقين خالص. كتير لما يكون مشوار مش عاجبهم او زمالك مهندسين مثلا ولو حته قريبه ما بيقفوش، باخدها ماشي براحتك بقى يعني، ربنا منك لربنا يعني. ده كتير جدا يعني، عشان كده بطلنا نركب تكاسي خلاص. اللهم اني صايمه وكده مش هشتم يعني، بس كتير على مزاجه مش عارف ليه. لا الله يسامحه بقى، مش هفطر عليه قبل المغرب يعني. كده رمضان. لا امشي لحد بيتي مين ده ان شاء الله، ما نفطر عليه اسهل. بس بقى لو برنس البرنسات راضي عليك ويركبك التاكسي، اول حاجه تعملها كده زي الشاطر تروح قافل الشباك وتخليه هو كمان يقفل الشباك، لان لو المغرب اذن عليك وانت في الشارع هتلاقي البلح بقى والتمر بص من كل حته بتتحدف عليك ما شاء الله، وكانهم بيرجموك عشان ياخدوا الثواب بس.
بصوا من الاخر كده، اللي عنده شغل في نهار رمضان اوعى يروحوا، واللي عنده مدرسه او كليه برضه ما يروحهاش. وانتوا يعني يا جدعان انتوا اللي هتعدلوا الكون، بل بالعكس انتوا بخروجكم ده بتعقدوها اكتر. ما تخرجوش من بيوتكم ارجوكم. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ 75 مليون ما لاقيش منهم ولا واحد. يا سلام لو رمضان كله يبقى عامل كده وبالشكل ده. دلوقتي بقى اقول لكم السلام عليكم. حد رايح الهرم يا جدعان؟ لا انا رايحه حلوان، تيجي؟ حلوان؟ حلوان الله. يلا حلوان حلوان يلا. وانا الاقي حد يعبش كلكم خلعتوا. حلوان حلوان يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا اختي يلا. مش في مواد رحمن؟ يلا.